الحياة لوحة كبيرة متكونة من تفاصيل صغيرة. برنامجنا هيجمع التفاصيل ويرسم اللوحة. أهلا بيكم في موزايك. أيها البحر الأحمر، منذ رحلت إليك كنت أراك كل صباح، والآن عدت أخاطبك ولكن من وراء حجاب. القصيدة: ألا يا بحر صدقني أنا مثلك، ولي مدك ولي جزرك ولي أعناقي الخرساء والسوداء تسجنني. أنا يا بحر مجنون تداعبه كما الإعصار أشجاني، أموج وأنحني فوقك كطود الصبر أحزاني. أنا يا بحر سواح ووهمي في صداح، أرى اللقيا خيالات بوجداني، وبي من صمتك يعاني تلال الطين تغمرني تموجني لضرب لست أرضاه، وحلم عشت آمله ونفس السوء ماكرة تطوف علي أشواطا وأشواطا وتغويني. ألا يا بحر حدثني بما تحلم، أراك تمد أذرعة، أتدعو الله مغفرة أم النجمات تدعوها تداعبها تقبلها وتحضن زرقة القبة؟ وحلمك مثلي اللقيا ودونك هوة صعبة. أنا مثلك ولي خبو من الأوهام يعلوني، ولي نجم يحيرني وفي الآفاق ينثرني. ظللت العمر أرقبه ودوني منه ما دونك. الفنان دايما ابن بيئته. يمكن في أسباب كتير وملامح كتير بتؤثر على الشخصية الفنية للفنان، لكن تبقى البيئة هي المؤثر الأكبر الذي يترك ملامح وبصمات واضحة جدا على شخصية الفنان. يسعدنا اللقاء في هذه الحلقة بالشاعر الكبير الأستاذ جمال بدوي. برحب بحضرتك. أهلا أهلا. أستاذ جمال، زي ما قلنا كده إن البيئة دايما بتترك بصمات قوية وملامح على شخصية الفنان، ولو كان شاعر بتبقى البصمات أقوى. حضرتك تكلمنا على طفولتك ومتى يعني حضرتك حسيت إن في بذرة شاعر أو عند حضرتك ملمح الكتابة؟ والله شيء يعني بحسه مش قادر، يعني مش لا أستطيع الوصول إلى نقطة البداية، ولكن هو أول انفعال كتبت فيه طبعا كان حرب 73. الانتصار كانت لحظة جميلة جدا، لأن احنا في الأرياف، كانت مدرستي على بعد 5 كيلو من يعني أنا ولدت في أصغر وحدة إدارية اللي هي عزبة يعني فيها العائلة يعني وكده. فكنا بنسمع بقى عن النكسة وعن الانكسار ولما حدث هذا الحدث العظيم طبعا كان مفاجأة. الساعة 4 العصر كده تقريبا، على ما الخبر تأقلنا بدأنا نبكي ويعني وكان لنا طبعا اخوات في الحرب وانا اصغر واحد، فكانت بداية الانفعال ان انا اكتب. زائد كان طبعا في عندنا شاعر الدكتور صابر عدام ربنا يديله الصحة، قريبي يعني، والده ابن عم ابويا، ابن عم يعني. كنت بقرا اللي هو بيكتبه على طول. كان حافظ كتاب الله كله، كان وعميد كل اللغة العربية فيما بعد. فده كان أثر فيا، بالإضافة إلى أستاذي رحمة الله عليه الأستاذ فتحي عمر، كان مدرسي في الابتدائي، كان بيحتفظ بكراسات الإنشا بتاعتي لأنه كنت أكتب فيها بالسجع، فكل الموضوعات اللي كتبتها كان محتفظ بالكراسة عنده كده. فدي كلها أشياء كده. الحاجة الأهم أنني بدأت أول شيء تعلمته كان القرآن الكريم. يعني كنا في الكتاب يعني نتعلم القراءة والكتابة والجمع والضرب والطرح في الكتاب.
يعني كان الشيخ ليس معلما. نعم، لم يكن الشيخ رحمة الله عليه الشيخ أحمد السيد مجرد أنه محفظ للقرآن، ولكن كان بيعلمنا مبادئ الحساب، ويعني حتى أنا دخلت المدرسة وأنا أعرف كل هذه الأشياء. طبعا الريف، يعني أنا يعني الحمد لله ولدت وما زلت أعيش في الشرقية، يعني بيت في هذا المكان، إن أنا بفتح عيني على الخضرة، وحيثما وجهت نظري من حولي خضرة، لأن احنا في وسط الحقول يعني. فدي طبعا الحقل طبعا يا سلام. وبعدين أصوات العصافير وأصوات اليمام، الأصوات المختلفة، أصوات الحيوانات بجميعها تترك في أذن الإنسان أشياء جميلة، خاصة في ساعة الصباح. نرجع لمجال الحياة بتاع حضرتك، ويمكن حضرتك بتقيم في مدينة الغردقة منذ زمن طويل، ويمكن الغردقة يعني بتميزها عن أي مدينة مصرية تانية مميزات كتير. تأثير مدينة الغردقة عليك وحضرتك شايفها ازاي كشاعر، ويمكن هي برضو البيئة اللي هنا أكيد أثرت على حضرتك بتأثيرات مختلفة. يعني هي الغردقة كمدينة مدينة جميلة جدا، وكانت أكثر جمالا حينما أتيت إليها، يعني في نهاية عام 1986، حوالي 38 سنة تقريبا. وأنا كتبت حتى قلت: بلاد طاب مسكنها زمان الفقر والباس، وأن الله جملها فلولا جفوة الناس، تحكم في أعنتها بريق الدر والماس. تغيرت الغردقة حينما أتيت إليها، كانت قرية جميلة لا تختلف عن قريتنا إلا في أنها متسعة، لا تختلف أن هناك حقول وهنا صحراء. الغردقة يعني هناك جمال للصحراء لا يقل عن جمال البحر. يعني عند الشاعر فهناك سحران متلازمان، نعم، البحر والصحراء. الكل يتحدث عن البحر وينسى الصحراء، ولكن الصحراء لها عبقرية. يعني أخونا الأستاذ سعيد رفيع كتب في قصصه برضه عن الصحراء، وأنا طبعا أنا راجل بدوي الأساس، فبحب برضه الصحراء. فالحاجتين دول كانوا مصدر إلهام، حقيقة مصدر إلهام جميل في الغردقة. الإضافة إلى أن الغردقة عاملة إزاي، كانت يعني مدينة بتجمع من جميع محافظات جمهورية مصر العربية. المواطن الأساسي هنا هم قبيلة العبابدة والبشرية في الجنوب، ما عداهم وآسف عفوا وبعض منتسبي قبيلة المعازة والعرب وكده، لكن وعرب الصحراء الشرقية، لكن كل من أتى إليها هو ليس مولود فيها. فهذا المزيج خلط هذه الثقافات وعمل مزيج جديد حقيقة. يعني حتى أنا فوجئت ونحن في مؤتمر أدباء بورسعيد قبل كورونا، كان آخر مؤتمر، احنا رايحين دايما محافظة عدد سكانها ما يزيدش عن 500,000 من الزعفرانة لحد الشلاتين، وفوجئت ان النماذج الأدبية بتاعتنا ما شاء الله توازي وتفوق على نماذج لمحافظات يسكنها ملايين البشر. فكنت في حالة من السعادة. يعني البشر هنا مختلف أستاذ جمال، يعني يمكن التنوع الثقافي ده خلق نوع من البشر عندهم يعني قدرات فنية مختلفة. يعني المحافظة فعلا فيها الفنان يعني مختلف ومتنوع وثري وعنده تميز غير يمكن باقي المحافظات. بالتأكيد طبعا. هي الغردقة أو البحر الأحمر عموما، ده الغردقة نفسها كان ممكن تلاقي البيت جنب البيت، والثقافة هنا تختلف عن هنا. يعني ممكن أخش بيت هنا مؤاخذة، ده بيت من بحري، في محشي وفي مش عارف إيه. ممكن بيت تاني هتلاقي فيه عيش شمسي، وهتلاقي فيه ويكا. يعني قصدي الثقافة نفسها يعني ربما إن هي ما بتلفتش نظر الناس، لكن كانت بتلفت نظري إن هذه الثقافات في النهاية يجمعها إطار واحد. برضه ان الغردقه ليها الاحتواء، يعني هي بتحتوي كل المحافظات وكل الناس، وبتقدر ان هي تذوب الفوارق دي، وكله في الاخر يعيش مع بعض في تناغم كبير. طبعا اكل العيش هنا مخلي الناس تبقى ملهيه في اكل العيش اكتر، دي حاجه جميله. ولما كان في حوادث او حاجات فرديه بيكون قادمين على الغردقه، لكن الغردقه بطبيعتها واهلها
لا يوجد عدوانية، وكان لا يوجد سرقات حتى، يعني لا يوجد مثل هذه الأشياء. وفعلا ما زالت الغردقة بتمثل يعني مصدر رزق لكثير من أبناء جمهورية مصر العربية الذين يعملون في السياحة والأعمال أو الصناعات المكملة لها أو التابعة لها. فدي طبعا بتخلق منها مدينة مختلفة. يمكن احنا عندنا شرم الشيخ سياحية، لكن ليست مدينة بها سكان مثل الغردقة. لكن هذه الغردقة ربما أن الطابع الجنوبي سيطر على الغردقة، وهذا طبيعي، لأن أغلبية سكان الغردقة من قنا يعني قرى قنا بالذات يعني وقفط، وبعض المحافظات وكل محافظات الصعيد، ولكن وفي طبعا أنا من الشرقية، ولكن وكنت رئيس جمعية أبناء بحري، لكن الغالبية أو السمة اللي هنا كلها هي السمة الجنوبية. ودي حاجة كويسة برضو، إيه، أن الجنوب بيمثل الجدية، يعني يحب الجد أكثر من الهزل. أنا يا بحر مجروح على صفحات أيامي، وحلمي بات مذبوحا على أمواج أحلامي، وصمت في يقبضني، وصمت في يقبضني، تأن فإنك الظافر، وكل الخير للصابر، وحلو العيش يا بحري لمن خلى ومن قامر، فهل يا بحر أتبعه أم الأيام ترجيني تمنيني وأمسي الضائع الخاسر؟ ألا يا بحر سامرني، لمن تبكي، لمن تحكي، لمن أمواجك الغضبة؟ أتحمل بعض أوزاري ولا تضنيك ثرثرتي وإصراري؟ ترد النار عن كبدي، تطببني وتوحي في إشراقي. تاني للشعر ونبضات قلب حزين، ده كان أول ديوان لحضرتك، وكان سنة 1983. ويمكن حضرتك يعني بهذه البداية حطيت اسم حضرتك ما بين الشعراء. كلمنا على هذا الديوان، ويمكن يعني هو ليه معزة خاصة عند حضرتك. هو طبعا كان أول ديوان. أنا كتبت طبعا كراسات كثيرة وأبيدت يعني لضعف مستواها، يعني ربما يكون الإحساس كامل، ولكن الإخراج للقصيدة، يعني هو نزار قباني بيقول القصيدة تغتصب الشعر. هو هتتكتب، ولكن حينما كتبها هل هي يعني زي ما بيقولوا يعني استوت؟ هو كان ديوان لسه في البدايات، وحرصت ان انا اطلعه. وكان لي يعني الواقعة اللي أذكرها لهذا الديوان أنني حينما قال لي أحد الأصدقاء أن الدكتور مختار الوكيل يستطيع أن يقابلني به، فطبعا قلت له ده يبقى حلم. الدكتور مختار الوكيل من زعماء مدرسة أبولو اللي لسه دارسين له في ثانوي، كنت ساعتها أنا أصدرت وأنا في سنة ثالثة كلية يعني. فقلت له أروح، فرحت الدكتور مختار الوكيل على استحياء طبعا، اديته الديوان، قعد يتصفح فيه وقال لي يا ابني يعني أنا إن شاء الله أتوقع أنك هتبقى شاعر لحاجة واحدة. ما قاليش على قصيدة من قصائد الديوان، قال لي لأن النقد اللي كتبه لك أستاذك اللي قدم لك الديوان لم ترفع منه كلمة. كان الأستاذ محمد سليم الدسوقي ربنا يكرمه كاتب إيه: كنت أتمنى أن ينتظر الشاعر حتى يطيب العود وتعبق الزنابق وتخضل الأوراق، ولكن الشوق الحاد والأمان العجلة دفعاه أن يصدر هذا الديوان. لم أغير، لأن يعني ما طبعا أنت على بداية الطريق الحمد لله. ليه؟ لأن يعني من ينظر إلى نفسه كشاعر أنه أشعر الناس، فعفوا يعني عفوا أنا يعني لابد أن يتعلم الشاعر، ولابد أن يعني نصيحتي دايما للجيل الجديد: اقرأ 1000 بيت واكتب بيت واحد. لكن دلوقتي اللي بيكتب قصيدة لو حد قال له يعني يا فيها كده يزعل ويغضب. لا، دي شوف ما أذكره لهذا الديوان. لكن هذا الديوان بالتأكيد يعني كفترة المراهقة، وإحنا كمان يعني أنا تربيت تربية قاسية. يعني إحنا من قبيلة عربية، فعندنا الإيه يعني كلمة العيب دي مساحته كبيرة قوي.
فلا يمكن مثلا واحد يقدر يقول انا كلمت بنت قلت لها صباح الخير. فكان الحب كان حب عذري، وهو ده اللي يمكن عشان كده كنت انا كان اسمه نبضات قلب حزين، يعني ايه الاحساس بالايه، يعني التقاليد الصارمه يعني عشنا فيها يعني. كان حضرتك برضو محتك بشكل كبير جدا مع الوسط الأدبي في محافظة البحر الأحمر، سواء عن طريق رئاسة حضرتك لنادي الأدب المركزي بالمحافظة، وأيضا كنت رئيس لنادي الأدب بالغردقة. بالتأكيد أن هذا الموضوع أتاح لحضرتك الاحتكاك الأكبر بالنخبة الثقافية هنا اللي موجودة في مدينة البحر الأحمر أو مدينة الغردقة، وحضرتك كان ليك معهم تواصل واحتكاك وتبادل ثقافي وتبادل حضاري. حضرتك تقول لنا ايه عن هذا الزخم الفني اللي موجود في المحافظة وتأثيره على الصورة الأدبية أو الوسط الأدبي لمحافظة البحر الأحمر؟ والله هو سؤال جميل جدا. البحر الأحمر يعني لو خدنا الجانب الأدبي وهناخد الجانب الثقافي. الجانب الأدبي كان لي حظ أني تعرفت على أول شاعرين في البحر الأحمر. أول عضو اتحاد كتاب من البحر الأحمر كان الشاعر محمد كمال هاشم، صاحب ديوان غدا أعود الذي قدمه الشاعر الكبير محمد فريد وجدي والد الشاعرة وفاء وجدي. ده كان أول عرفته، هو والأستاذ الكبير معلمنا العظيم الأستاذ جلال الأبنودي، الشقيق الأكبر للشاعر المعروف عبد الرحمن الأبنودي. هذا الرجل يعني أول رئيس لجمعية أدباء البحر الأحمر، وكان بالنسبة لنا هو المعلم. يعني يمكن الأستاذ محمد كمال هاشم كان بيحتك مش بكل المجموعة لأنه كان يعني ظروف شغله أو كده ما كانش، لكن الحاج جلال كان كمدرس وموجه للغة العربية كنا نستفيد منه دائما. أما على المستوى الثقافي فأنا يعني هناك 3 شخصيات، أحدهم الحاج جلال الأبنودي. يعني ممكن حين إذا جالست إنسان قد أفيده ويفيدني، لكن هؤلاء ال3 كانوا يفيدونني وكنت أنصت، لأن القارئ كالحالب والسامع كالشارب. فكان ال3 دول، كان الأستاذ جلال الأبنودي رحمة الله عليه، وكان فضيلة الشيخ زكي الدين أبو القاسم رحمة الله عليه. هذا الرجل يعني في مجالات الثقافة حتى في الاقتصاد، حتى يعني كان مثقفا ثقافة عالية جدا رغم أنه كان مدير الأوقاف. ده كنت أستفيد منه كثيرا. الثالث هو الأستاذ همام حسين، يعني ده اسم الشهرة، يعني كان عضو مجلس الشعب عن دائرة القصير، دائرة الجنوب يعني، وكان يتحدث أكثر من لغة، وكان نتحدث عن التاريخ الاجتماعي للجنوب، حتى أننا جلسنا يعني ندرس ايش معنى بيقولوا الشراجوه واولاد عم الصعايده، قعدنا نطلع والله يعني جلسنا. وكان اذا يعني اتى يجلس في المكتب نغلق الباب ونقعد نتحدث، وتعلمت منه يعني من معلومات مثلا اسامي القرى، مثلا قرى في الصعيد وموجود قرى في الشرقيه ملهاش يعني قريه اسمها المسيد في الصعيد فين، واحنا عندنا المسيد في ابو حماد شرقيه ما لهمش مسيد. فقال لي المسيد دي هي المسجد، ولكن هناك لغه ولهجه من لهجات العرب ينطقون الجيم ياء، يعني حتى الوقت لما تشوف الافلام يقول لك ريال يعني رجال في الكويت. فصراحه يعني الاستاذ همام من الناس اللي اتعلمت منهم. دول ال3 دول، ده على المستوى الثقافي. على المستوى الشعراء بقى طبعا البحر الاحمر فيه شعراء ما شاء الله. الاستاذ احمد عمر شاعر كبير ولغوي، دار علوم. الدكتور ابو الفتوح رحمه الله عليه، الاستاذ رمضان الخطيب، الاستاذ صلاح العويدي ربنا يديله الصحه، الاستاذه ناديه جبران يعني اول شاعره، تلاها فيما بعد اختنا سعاد مصطفى. ده انا عشان هنسى ناس كتير. حاليا الاستاذ سيد الطيب رئيس النادي، الاستاذ فرج الضوي رئيس نادي الادب الغردقه. انا يعني لو هتكلم كتير جدا جدا. شعراء الشباب برضو في طبعا في شعراء شباب بقى طالعين حاجه جميله، بس يا رب يكفيهم شر الغرور، لان يعني ايه الانسان بده انه يتعلم. اذا كان حسان بن ثابت الخنساء صلحت له بيت ما زعلش لما كان بيقول لنا الجفنات الغر البيض يلمعن بالضحى وسيوفنا يقطرن من نجد دما
فعلقت على البيت، قالت له لا البيت مش حلو. فقالت له لا، قل لنا لنا الجفان الغري، لان الجفانات جمع تصغير اكتر من جفان، لنا الجفان الغري يبرقن بالدجى. ما هو شيء طبيعي، الحاجه هتلمع في الضحى، يعني انا ماسك حاجه في لكن برقنا بالدجى، وسيوفنا مش اسيافنا يقطرن من نجد دما، ولم يغضب. فلازم نتعلم ان احنا ايه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثل الصديقين كاليدين تمسح احداهما الاخرى. وانا لما اكون انا النهارده لو انا قاعد بردان، مش ناس بتقعد تعمل كده، هو الحركه دي ايه؟ دي احتكاك ولا الطاقه ولا حراره، حسيت بالدفء. هو ده المفروض، يعني احتكاكنا يبقى احتكاك، وتكون معارك الادبيه معارك مهذبه. لان ما يعيب الادباء على مستوى الجمهوريه حتى للاسف الشديد في نوادي الادب ان المعارك الادبيه، والفيس ده شغلانه لوحده، تنتقل الى معارك شخصيه، ودي كارثه. نحن يعني حينما سئل احد الفلاسفه ما هو الحب، ليس هناك تعريف موحد للحب. يعني كان في كتاب الدكتوره ناس اسمها دلوقتي كانت قالت إن تعريفات الحب كثيره جدا، جابت مش عارف ريكس ماخوس قال ده هي انصاف كرات، واحنا نقول فلان وتقسم النص. لكن اعظم تعريف انا قراته في حياتي لحكيم قال الحب هو النظر في اتجاه واحد. انا وحضرتك بنعمل البرنامج ده هدفنا منه ايه؟ ان الناس تستفيد. اذا احنا الاثنين باصين في هدف واحد، لكن لو انا هدفي ان انا الغي شخصيتك في الحوار وانت تلغي شخصيتك في الحوار، بالظبط. اذا هو الحب هو النظر في اتجاه واحد، بدل ما نضيع وقت ان احنا نزق في بعض، لا تعالى نتقدم لقدام. عشان كده الشاعر قال ايه؟ قال تعسا لثائرة الحروب فإنها تفني الغنى وتخرب البلدان. يعني أي حرب إن شاء الله تكون حرب أدبية كلامية هتأخر مش هتقدم. وأقول لهم سيدنا علي بن أبي طالب كان ليه حاجات جميلة كده، يقول لا تجزعن فبعد العسر تيسير، وكل شيء له وقت وتدبير، وللمهيمن في أحوالنا نظر، وفوق تقديرنا لله تقدير. برضو ليك شق اجتماعي في محافظة البحر الأحمر، وسواء عن طريق اشتراك حضرتك في المجالس المحلية أو أيضا في لجنة المصالحات، وده بيكون ليه تأثير اجتماعي كبير جدا، إن حضرتك يعني بتحاول إن يكون ليك الجانب الاجتماعي ده. كلمنا على هذه الزاوية في شخصية حضرتك، وليه فضلت يكون ليك هذا الدور؟ والله احنا لجنة المصالحات احنا 9 من الأعضاء، ومعانا من الكنيسة أيضا الأب مينا، ومعانا طبعا مشايخنا الأفاضل 2. معانا الأول الحاج محمد أبو حسين اللي هو أمين سر اللجنة، والدكتور عبد الله حسن النائب السابق، والشيخ هارون من حي المينا، والشيخ عاطف مدير عام سابق في الأوقاف، الشيخ أحمد زرد شيخ في الأزهر، والعبد الله جمال عبد العزيز بدوي. واحنا لجنه لا نتقاضى اجر، وكل هدفنا هو السلام الاجتماعي. اذا انتقلنا الى بلد من الصعيد في خصومه ثأرية او يعني بنحاول نوضح للناس نحن لم نأتي لأن أنتم ما عندكوش ناس كبار، لا ده أنتم كبار، بس إحنا جايين نساعد لوجه الله. لأن يعني دايما ممكن نكون بنصلح وفي واحد تاني بيخرب من ورا، ده للأسف الشديد. لكن بلا أدنى شك المحاكم بتشتغل بأوراق، يعني ودي مشكلة. لكن احنا بالنسبة لنا لا، يعني بيجي الناس يقول لك أنا واخد عليه حكم، ماشي أنت واخد حكم، بس الحكم ده يعني الحق القاضي يحكم بما بالأوراق التي أمامه. لكن احنا الود بقى بنطلع اللي في النفوس. القضاء العرفي بيكون ليه برضو تأثير أكبر، يمكن في البيئة بتاعتنا بيقدر أكتر، وبيكون ليه مردود أسرع مع الناس. طبعا لأن احنا يعني القضاء العرفي هو بيتعامل مع النفس أكتر من الأوراق. إن الأوراق ما أنا ممكن هروح أعور نفسي وأعمل محضر، هو الضابط هيعرف إن أنا معور نفسي؟ هو شايف قدام واحد بيخر دم. لكن القضاء العرفي يعني بنحاول إن احنا ما نلجأش يعني للحلف على كتاب الله أو كده يعني، ويعني بيساعدنا طبعا العواقل من كل قبيلة. يعني لما يكون واحد عامل مشكلة
نكلم كبيره هاتهن لو ما كانش راضي يجي، لان في ناس ما ترضاش تيجي. احنا ما معناش سلطه تنفيذيه ولا سلطه، ده احنا سلطه وديه. احنا بنسال الله انه يجعله الوجه. يعني بالنسبه للعمل الاجتماعي بلا ادنى شك زهير بن ابي سلمى قال: ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على اهله يستغنى عنه ويذمم. فاحنا مش ممكن يكون واحد يقدر يعمل حاجه للمجتمع اللي هو عايش فيه وما يعملهاش. انا يا بحر مسلوب حزين فوق اوراقي، حزين فوق اوراقي دفين طي اعماقي، وشطآني ترد الحزن محموما يعذبني. فما يا بحر ترياقي، وأين اليوم عشاقي، وأمواجي ترجع أمسي المبتور يتبعني، وصبري مثل أحلامي ثوى زبدا على صدرك. فيا سعدك ترى شمسك ويبدو مرغما بدرك، وشمسي تاه آملها وذابت فيك أحلامي. ظننتك أنت ملاحي ودربي صوب أفراحي، أنا سأمان لا أبغي سوى السلوى تواسيني، وطيف الأمس أرمقه ونار الشوق تصليني. برب الناس فاسترني وعندك كل نجوايا، ولا تشقيك ثرثرتي. فقل يا بحر بالله، فقل يا بحر بالله أمنحك بعض أدمعنا، ثورة موجك الغضب تراها من خطايانا، وحزنك بعض شقوتنا وقاعك من بقايانا. تمج السر أضلعنا ولم ترفضه نجوانا. الغردقة 1993 أمام جزيرة الجفتون. كده اللوحة اترسمت. نشكركم مشاهدينا ونلقاكم في الحلقة القادمة مع لوحة جديدة من موزايك.